مرحب بكم أحبائي. في الحلقة دي هنتكلم عن مرتبة قلنا إنها خطيرة، لأنها تعتبر الحزام الأخير اللي لو انفلت بعده هيبقى على الإيمان السلام، وهي تغيير المنكر بالقلب. طبعا في الغالب مفيش حد عارف إزاي تغيير المنكر بالقلب، لأنه محتاج توضيح شوية. وليه هو أضعف الإيمان؟ وليه أضعف الإيمان ده ضروري جدا يبقى موجود؟ لأنه لو ما كانش موجود يبقى ضاع الإيمان. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا عارفين الحديث اللي النبي كلمنا عنه عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك قرية، فأمر سيدنا جبريل أن يهلك القرية وسماها باسمه. فرد سيدنا جبريل مدافعا عن رجل في هذه القرية، قال: يا ربي إن بها عبدك الصالح فلان. ومن هنا بناخد نقطة، هنتفرع شوية وننتظر وبعدين نبقى نكمل، نقف شوية وقفة هنا. إن سيدنا جبريل بما له من ذكرى حسنة ومرتبة عالية بين الملائكة هو بنفسه يشفع لهذا الرجل. ده دليل على إن هذا الرجل يعني وصل من حسن السيرة في السماء بين الملائكة لأن يدافع عنه سيدنا جبريل وأمام الله سبحانه وتعالى، فيذكر الله، والله سبحانه وتعالى لا ينسى. وكأنه في نقاش مع رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول: يا ربي إن بها عبدك الصالح فلان. فيقول رب العزة سبحانه وتعالى: به فابدأ. تخيل المشهد معايا كده، إن واحد صالح ويدافع عنه سيدنا جبريل، فكم وصل من الصلاح؟ ولكن خلي بالك هنا إن الصلاح هنا صلاح كامل جماعي، خد المعنى الشامل للصلاح والصحيح. لو كن صالحا في نفسك ولغيرك، ولا معنى مبتور قليل ضعيف على قد صلاحه لنفسه بس، نفسي نفسي، وكأننا أصبحنا في الآخرة كل واحد يقول نفسي نفسي. لا، الدنيا نفسي وغيري. هذا تنويه الإسلام وتوضيحه، لأن الموضوع مش نفسي نفسي. الإسلام بيختلف في أوامره إن الإنسان يكون فاضل في نفسه فاضل لغيره، أو ناصح لنفسه ناصح لغيره، وليس منا من يعيش لنفسه. فكان الجزاء الطبيعي في سنة الله سبحانه وتعالى للإنسان اللي بيعيش لنفسه إن يهلك مهلك الظالمين، وإن كان يبعث على نياته فيما بعد. فقال الله سبحانه وتعالى: به فابدأ. دي الجزئية الأولانية. الجزئية الثانية، خلي بالك، يقول الله سبحانه وتعالى: فإنه لم يتمعر وجهه يوما من أجله غضبا. يعني ما فيش يوم غضب من أجل ربنا سبحانه وتعالى. يعني شاف منكر في الدنيا، شاف معصية، شاف واحد بيسب، واحد بيسخط، واحد بيلعن، واحد بيضرب، واحد بيكسر، واخد بال حضرتك؟ وبعدين هو كمان ما يقدرش يتكلم لأنه عنده دوافعه أو عنده أسبابه المقنعة إنه ما يقدرش يتكلم، وأولها إنه خايف على نفسه. طب ده يعمل إيه؟ ده عنده قلبه ينكر بيه، فلما ينكر على القلب يظهر على الوجه، يمتعض، يبان إنه هو متضايق، ما يبانش إنه هو مبسوط، ما يبانش إنه عادي. ودي من أخطر الأمراض اللي وقع فيها ناس كتير مننا. يا عمي أنا إيه يخصني في الموضوع ده؟ ويمر على الأحداث في الطريق وكأن الأمور لا تخصه، إذن هي لا تعنيه، مادام هو سالم منها فالحمد لله. فالأمر ده طبعا
غير مطلوب وأمر غير صحيح بالمرة، لأن هنا عنده جرس الإنذار اللي ربنا وضعه في قلبه ينكر بيه ما بيشتغلش. وعارفين إن القلب ده يعني أخطر جزء في الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة لو صلحت صلح سائر الإيه؟ الجسد، ألا وهي القلب، مشيرا إلى قلبه سبحانه صلى الله عليه وسلم. وكمان الحديث عندنا: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. فأحباب النبي صلى الله عليه وسلم قلبك ده هو جرس الإنذار، هو حائط الصد الأول القوي أو الأخير القوي، الذي لو هدم خلاص انهدم الإيمان، خلاص قلبه ما عادش بيحس، ما عادش بينكر المنكر. زي واحد اعتاد مثلا على انه يرى في التلفزيون المناظر المسيئة، وممكن بعد شوية هو اللي يبحث عنها، وبقت عادي ومفيش اي مشكلة خالص، مش حاسس بالذنب ولا حاسس ان هو اقترف معصية ولا حاجة. مع التعود خلاص ثبت الامر ده عنده، وممكن بعد كده يبدأ يدافع هو على ان الامر ده صحيح ومفيش اي حاجة. تخيل انقلب عنده الامر من الخطأ الى الصواب. فهنا جرس الإنذار عنده أو قلبه بدأ لا ينكر المنكر، وبالتالي ما بيظهرش على وشه. شوف ربنا سبحانه وتعالى في الحديث كان منتظر بس من هذا الرجل ما يفعلش حاجة، ما دام هو ضعيف ومش قادر يتكلم، مش قادر يغير، لا في إيده سلطة ولا يمتلك وسائل الحكمة والموعظة الحسنة، أو عنده خوف شديد من وقوع أذى لو اتكلم. فربنا كان يعني ينتظر من هذا الرجل أن يظهر على وجهه أنه غضبان بس، ورغم ذلك لم يحدث. عقدة نفسي. فبالتالي إيه اللي حصل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه يوما غضبا من أجله. لما رأى منكر ما زعلش، ما غضبش، ما بانش على وشه إنه زعلان. تخيل. فهنا الأمر أحباب النبي صلى الله عليه وسلم جد خطير جدا جدا جدا. لو انهدم البناء ده آخر حائط صد، يبقى خلاص الإيمان على الدنيا السلام.